ازيكم؟ ايه الاخبار؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. الاشخاص السلبية هتدمر سلامك النفسي، هتخليك حاسس دايما انك انت مرهق ومصدع، ودايما تعبان وطاقتك خلصانة، وعندك اكتئاب، ومش قادر تعمل اي حاجة، وملكش نفس تعمل اي حاجة، ولا حتى هيساعدوك وقت الازمات. في ناس بالنسبة لها عمرها ما بقاش فيه ولا وقت ولا طاقة للناس الغلط، وعايزة تكمل اللي باقي من عمرها في سلام وهدوء. تعال نشوف أمثلة على الأشخاص السلبية. الشخص الفاضي اللي عمره ما هيديك أي حاجة، هتحس معاه إن أنت مكتئب مش مبسوط، ما عندوش أي حاجة يديها لك، ولا اهتمام ولا مساعدة ولا أي حاجة. الأشخاص المتطرفة، سواء متطرفة في الدين، متطرفة في السياسة، متطرفة في الكورة، متطرفة في أي حاجة، دايما الناس دي يعني أنا بعتبرها من أخطر الأشخاص السلبية اللي هيدمروا سلامك النفسي. الناس المدمنة، مش شرط تكون مدمنة مخدرات، لأ، ممكن يكونوا مدمنين نت، مدمنين تلفزيون، مدمنين فسح وخروجات، مدمنين أكل، طول الوقت عمالين بياكلوا. ممكن بقى يجروك في العادات السلبية بتاعتهم ويخلوك تعملها. الشخص اللي طول الوقت عمال ينتقد، طول الوقت عمال ينتقد، النقد المستمر بيضيع أي حاجة حلوة. طول الوقت مش عاجبه أي حاجة وعمال ينتقد الشخص ده، وعمال ينتقد في ده، وعمال ينتقد في ده، وعمال ينتقد في دي. اللي طول الوقت عمال بيشتكي من كل حاجة، مش عاجبه أي حاجة ولا راضي عن أي حاجة، دايما هيحسسك كده باكتئاب وإن أنت مصدع ومرهق. الشخص الغامض اللي عايش كده في دراما الغموض، بيسحب طاقة اهتمام كده من الناس اللي حواليه، بيبقى قاصد يعمل كده علشان يشد الناس انها تتعرف عليه. ما بيحبش يقول اي حاجة عن نفسه، حتى ولو حاجات بسيطة. الناس اللي هم بتوع خناقات ومشاكل، المتورطين في مشاكل إجرامية، اللي طول الوقت بتلاقيه بيعمل مشاكل مع أهله، مشاكل مع أصحابه، مشاكل في شغله. في ناس بتحب تعمل مشاكل حتى لو الدنيا هادية، يعني حتى يحب يفتعل مشكلة مع أي حد. ممكن حتى تلاقيه بيتخانق حتى مع نفسه، ممكن يتخانق حتى مع مناخيره، يروح قال أنا مش عارفة أتنفس. ما عندوش أي سلام نفسي خالص. الشخص المجادل اللي طول الوقت بيحب يجادل ويعارض علشان المعارضة بس. علشان كده لو اتورطت في أي نقاش معاه، حاول تنهي النقاش معاه في أقرب فرصة ممكنة، عن طريق إنك تقوله تمام، انت صح، انت صح، انت كده. قفلت معاه النقاش عن طريق انك وافقته في كل حاجة هو بيقولها. الشخص المخادع بتاع الحوارات اللي بوشين زي ما بيقولوا كده، ده عمره ما هيكون مخلص. الشخص اللي لسه خارج من علاقة، الشخص ده هيتعافى بيك انت، هيعتبرك ان انت سند ليه لحد ما يمر بفترة التشافي من العلاقة بتاعته، اللي هي بتبقى مدتها سنتين تلاتة، واول بقى ما يقف على رجله هتلاقيه اختفى من قدامك. الشخص اللي يعمل غلطة وبعد كده يعتذر، وتلاقيه كرر نفس الغلطة تاني واعتذر، وعمل نفس الغلطة تاني واعتذر، ده كده يبقى شخص مخادع. اللي طول الوقت عايش في دور الضحية، اللي بياخد طاقة تعاطف دايما من الناس اللي حواليه. يعني في ناس بجد حرفيا بتستمتع كده بان هي ضحية. مثلا في اي مشكلة او اي خناقة، تلاقي الاتنين يقعدوا يطلعوا بعض غلطانين، مين اللي غلط الاول. كل واحد بيحاول يبين ان هو الطرف الاضعف، كل واحد فيهم بيستمتع كده بدور الضحية. فلازم تيجي مع الشخص اللي عايش في دور الضحية ده وتسأله، طيب انت عايز ايه دلوقتي؟ انا اقدر اساعدك ازاي؟ اللي طول الوقت عايز يتحكم فيك، اللي طول الوقت عايز يتحكم في كل حاجة، اللي طول الوقت بيحسسك كده ان انت ما تقدرش تاخد اي قرار صح. الشخص العصبي طول الوقت، الشخص العصبي ده دايما بيبقى حاسس كده ان الضعف جواه، ودايما هتلاقي صوته كده بيجيب لك صداع، وبيقعد يعمل مشاكل مع الناس كلها بسبب عصبيته. الناس اللي بتقعد تحكم على كل الناس باستمرار، طول الوقت تقعد تقول شوف ده عامل ازاي، وده بيعمل ايه، وده بيعمل ايه، دايما تحسسك ان كل الناس حواليها ضايعين وشياطين، وهم الناس الوحيدة اللي ملايكة. كلنا عادي جدا ممكن نحكم على اي حد من وقت للتاني بشكل بسيط عادي، دي مش حاجة سلبية. لكن الشخص اللي بيقعد يحكم على كل الناس باستمرار، وبيطلعهم ان هم ناس مش كويسة، ولا حتى بيحاول يقدر الحاجات الكويسة فيهم، لا، ده شخص سلبي جدا. الشخص النرجسي المغرور، اللي طول الوقت شايف نفسه فوق الناس كلها، النوعية دي
بتبقى عايشة في عالم هي اللي بتبقى صنعته من خيالها. عشان تتعامل مع الأشخاص السلبية دي اللي أنا قلتلك عليها، لازم إنك أنت تبعدهم عنك، تطلعهم برا حياتك تماما. لو هو شريك حياتك سيبه. لو أنت مثلا عندك شركة وبتتعامل مع النوع ده من العملاء، حاول تتعامل مع عملاء تانيين. لو لقيتهم في مكان شغلك، غير شغلك. حتى لو الناس دول قرايبك، عادي حط حدود في ان هم ما يتعاملوش معاك. ممكن احيانا يبقى الشخص السلبي ده اللي انت عايش معاه انت معتمد عليه، هو اللي بيساعدك مثلا بالفلوس، بيصرف عليك، بيدفع لك الايجار بتاعك. عادي خليك عايش معاه فترة لحد ما تقف على رجلك وبعد كده سيبه. وممكن خلي بالك ان انت تخلي تأثيره السلبي عليك يقف لفترة مؤقتة. لو مثلا هو شخص عصبي وطول الوقت بيزعق، عادي تبين له ان انت متفهم المشكلة اللي هو فيها، وتقوله يا ريت تبقى هادي علشان خاطر اقدر افهمك. انت كده خليت تأثيره السلبي يقف لفترة مؤقتة. ما تتعلقش بأي شخص سلبي، في ناس كتير لسه هتقابلها في الحياة طيبة وكويسة وتقدر تقضي معاها أجمل الأوقات. احنا 8 مليار بشر على الأرض. لو في واحد من الأشخاص السلبية دي، عادي سيبه. لسه قدامك 7 مليار و999 مليون و999 ألف و999 شخص. الحياة ياما هتقابل فيها ناس كتير، سواء في شغلك، سواء أصحابك هيعرفوك على ناس جديدة، سواء إن أنت هتروح أماكن تانية أو هتروح بلاد تانية. في ناس لو جبت لها حاجات بسيطة، هدايا بسيطة، ومهما حصل ما بينكم من خلاف، هتفضل مستمرة معاك وتقرر إنها تفضل جنبك وقت الحزن ووقت الفرح، وفي الأوقات اللذيذة وفي وقت الشدة وفي كل الأوقات. هيفضلوا متمسكين بيك لآخر يوم في عمرهم. وفي اشخاص يعني انت ممكن تبقى معاهم كويس جدا وعملت لهم كل حاجة وقضيت معاهم سنين واوقات حلوة، وتلاقيهم فجأة اختفوا، وتقعد تسأل نفسك انا عملت ايه؟ طب يعني انا قصرت معاهم في ايه؟ لا، انت ما قصرتش معاهم ولا حاجة. اللي عايز يسيبك هيسيبك مهما عملت معاه، واللي عايز يفضل جنبك هيفضل جنبك مهما حصل ما بينكم من مشاكل. اللي عايز يسيبك هيحاول يخترع 100 سبب علشان خاطر يسيبك، حتى لو انت ما قصرتش معاه في اي حاجة. شكرا جدا، واشوفكم على خير الحلقة الجاية. كل الصحة، كل السعادة، سلام.